السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم نعمل مع بعض النهاردة صينية كوسة بالفراخ بطريقة حلوة جدا؟ ما شاء الله، طعمها وشكلها حلو جدا. يعني الكوسة بعد الفيديو ده اوعدكم ان انتوا هتعملوها على طول. قبل ما نبدأ الفيديو نذكر بعض بالبقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الفيديو بتاعنا. معايا هنا أوراق الفراخ دي فراخ بيضة. طبعا عشان حجمها كبير ما شاء الله فأنا قاسمة الورك كده نصين. معايا بقى شوية توابل هتبل بيهم الفراخ بتاعتنا. معايا ملح وبابريكا ورشة صغيرة كده من 7 بهارات ورشة قرفة، وكمان معايا فلفل أسمر وكمون على كزبرة. هنزل بقى في طبق واسع معايا كده بالتوابل اللي معايا ديت، وهقلبها كويس في بعضها. وهمسك بقى الفراخ بتاعتي أغلفها كويس جدا بالتوابل دي. الخطوة دي مهمة جدًا يا حبايب قلبي، صدقوني بتفرق أوي في طعم الفراخ. تبّلت بقى الكمية اللي معايا كلّها، هاسيبها بقى زي ساعة كده أو ساعتين على ما أخلّص بقى أي حاجة ورايا، وكمان أكون قطّعت الخضار اللي معايا. جِبت بقى الصينية اللي أنا هادخّلها الفرن على طول، دي هابدأ بقى أشتغل فيها من الأول للآخر. نزلت كده بمعلقة سمنة كبيرة، وأول السمنة بتاعتي ما سخنت جامد، نزلت كده بقطع الفراخ اللي معايا. طبعًا حبايب قلبي النار تكون عالية جدًا، علشان أنا عايزة الفراخ بتاعتي تنزّل يعني تحتفظ بالسوائل اللي فيها، وفي نفس الوقت تاخد صدمة كده ولون دهبي وجميل. هاقلّب كده الفراخ بتاعتي واشوّحها من على كل اتجاه، وأول ما تاخد اللون الدهبي الجميل ده هابدأ أخرّجها في طبق جانبي كده عندي يعني على البوتاجاز. وفي نفس المادة الدهنية اللي معايا، وطبعًا كل التوابل بقى اللي نزلت من الفراخ، نزلت كده ببصلاية كبيرة مبشورة. هاشوّح البصلة بتاعتي بس طبعًا مش هادّيها لون، أول بس ما تدبل هانزل عليها على طول بفصين من التوم المفروم. وأول بقى ما أشم ريحة التوم الجميلة ديّة وتطلع بقى ريحة التوم مع التوابل، هابدأ أنزل بالخضار اللي معايا. أنا هنا هاستعمل النهارده كوسة وجزر بس. حابة تستعملي بطاطس أو بسلة كمان ينفع أوي وهتبقى جميلة خالص، بس أنا بصراحة ولادي يعني طالبين منّي الكوسة بس، فأنا هاعملها كوسة يعني وجزر. هابدأ أشوّح بقى الخضار بتاعي وأحط له شوية توابل كده. معايا بابريكا ورشة من الفلفل الأسمر ورشة من الكمون والكزبرة، وكمان هاضبّط الملح. هاشوّح الخضار كويس جدًا علشان طبعًا يفضل محتفظ كده بقوامه ولمّا يستوي ما يتهريش معايا. نزلت بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم علشان تعزّز معايا ط لون الطماطم شوية. شوّحت بقى الخضار بتاعنا كويس جدًا، هابدأ أرُص كده قطع الفراخ اللي معايا. ممكن تستعملي فرخة كاملة، ممكن وراك وصدور، ممكن وراك بس أو صدور بس زي ما تحبي. بعد ما رصيت بقى قطع الفراخ اللي معايا، معايا هنا كام طماطماية كده ضرباهم في الخلاط ومصفياهم. نزلت كده على الصينية الجميلة بتاعتنا دي. هاغطيها طبعًا وأسيبها لمّا تغلي. أول ما تغلي معايا هاهدّي عليها النار، وأسيبها بقى شوية كده لحد ما زي ما أنتم شايفين كده دخلت في التسوية حوالي 3/4 تسوية. هابدأ بقى آخُدها زي ما هي كده، هادخّلها الفرن على درجة حرارة 180. وأول ما ألاقيها استوت يعني تسوية كاملة، هاشغّل عليها الشواية علشان تاخد اللون الجميل اللي أنتم شايفينه ده. خرّجناها بقى من الفرن، رشّينا كده على وشّها رشّة كزبرة. وما شاء الله صينية الكوسة بتاعتنا عاملة صوص جميل كده يتاكل بقى مع الرز الأبيض بسم الله ما شاء الله، أو رز بشعرية، حاجة كده تفتح النِفس.
جميلة جدًا ما شاء الله، الخضار بتاعنا مستوي وفي نفس الوقت متماسك كده ومش مهري ولا أي حاجة، والفراخ كمان زي الزبدة ما شاء الله، طعم وريحة ما لهمش حل. أتمنى حبايب قلبي تجربوها، وأتمنى كمان تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وباحبكم كتير كتير قد البحر وسمكاته، مع السلامة.